السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. ربنا يرزقنا جميعا ليله القدر يا رب، يحقق لنا كل اللي احنا عايزينه ويغفر لنا ذنوبنا. قولوا امين. النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل حواوشي. الحواوشي ده فاكرينه؟ دي اللحمه اللي عملتها في التفريزات بالبرغل، وحطيت عليها بصل وحطيت عليها دهن وتبلتها، وعملت منها حواوشي وعملت منها كفتة وعملت منها برجر. ده هنعمل بقى الحواوشي. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا جبت بقى 4 بصلات، هحطهم كده في الكبة هطحنهم، ومعاهم طماطمية او طماطمتين اهي، طماطم اهي بصوا، وجزر وفلفل اخضر. كل الخلطة دي بقى هضربها وهصفيها واحطها على الايه، الخليط بتاع اللحم. احط تاني، احط بقية الخليط واضرب نبضات كده. يقف كده، هزيه وبعدين رجعيه تاني. ادي الخليط اهو، حطيته على اللحمه. بصوا بقى خلى اللحمه قد ايه، ما شاء الله، الله اكبر. هحط عليه معلقه سمنه. السمنه دي انا كنت عاملاها من الدهن، فاكرينها؟ وهحط معلقه كمون كده، معلقه كزبره، ومعلقه فلفل اسود كبيره كده، ومعلقه بهارات لحمه. وهعجن ده كله بقى وهوريه لكم. هعجن كله كده مع بعض كويس، بحيث كل المقادير ايه تختلط مع بعض. الجزر على البصل على الطماطم على الفلفل الرومي، وحتى واحد حامي. مش عايزه تحطي ما تحطيش. كل ما تكتري البصل في الحواوشي يطلع جميل، يديكي طعم احلى. عايزه العجينه تتجانس مع بعض كلها. بصوا العجينه مطلعه زي خيوط كده، هو ده اللي احنا عايزينه. لازم كده تطلع خيوط تبقى اندمجت مع بعض. كله مع بعض. انتوا الاول كنتوا شايفين اللحمه لوحدها والخضار لوحده، دلوقتي كله على بعض اهو.
شايفين الخيوط دي؟ شايفين الخيوط اللي انا بقول عليها دي؟ لازم تعجني كده كويس قوي، يا اما تحطيها تاني في الكبه وتعمليها، بس انا بحب ادعكها بايدي. وانا حطيت ملح بقى على البصل، هحاول ادوقها كده بطرف اسناني، لو احتاجت هحط لها حبه ملح واسيبها شويه عبال ما احضر العيش وارجع لكم. معايا العيش اهو مفتوح، فتحته كده نجيب اللحمه بقى، احط اللحمه حته لحمه كده وافردها فيه كده، هنفردها للاخر عشان لو كشت، هي طبعا مش هتكش زي العاديه لان دي عليها برغل. فردتها فيها كلها كده، بصوا. معانا جبنه موزاريلا نحطها معاها، ومعايا الصاج دهناه زيت عشان يتحمر من تحت، واحط الرغيف كده. ماشي، يعني نعمل واحد كمان اهو. العيش اهو مفتوح، نجيب كورة لحمة نحطها كده وافردها جوه الرغيف. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا لنا دعوة حلوة كده وانتوا بتصلوا، ادعوا لفلسطين واهل غزة ربنا ينصرهم وينتقم من الاعداء، وادعوا للبنات وللشباب وكل الناس، ويشفي المرضى ويغفر لأمواتنا وأموات المسلمين جميعا، كل أمواتنا يا رب. ما ندعي للناس كلها، ما ندعيش لنفسنا بس عشان ربنا يستجيب. في فكرة تانية بقى أنا شفتها هعملها معاكم كده. الرغيف بدل ما هيبقى كله على بعضه، لا أنا هقطعه كده. بص، هاخد جزء من الرغيف بس واحط حتة رفيعة قوي على من فوق. هعمله برضو أشكال كده جديدة من الحواوشي. غيري كده، الولاد بيحبوا التغيير ويفرحوا بيه. كأنه سندوتش. نجيب الجبنة الموتزاريلا ولف نلف زي السندوتش. هكمل الباقي بقى وارجع لكم. ادي الحواوشي، بصوا بقى الجميل ده لما طلع، بصوا الجمال. بصوا كمان السندوتشات طالعه تجنن، جميله جميله جميله. يلا بقى اعملوه بطريقتنا، وادي الشيبسي جنبه، واخر جمال ما شاء الله. طريقه جميله جدا، اعملوه بطريقتنا وبألف هنا وشفا. السلام عليكم.